السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. النهارده هنتكلم على فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي. في البدايه هنتكلم من غير اي حرق، فلو انت عايز تعرف ايه الانطباعات الاولانيه، وبعد كده اول لما ندخل الحرق هعرفكم وممكن تطلعوا بعد كده عشان انتوا يعني ما اتفرجتوش على الفيلم. المهم جارديانز اوف ذا جالاكسي الفيلم رقم مش عارف حاجه و50 دلوقتي من افلام عالم مارفل السينمائي، ولكن ده مش مهم، لان المهم هو الفيلم الثالث اللي المفروض بيختم السلسلة بتاعة Guardians of the Galaxy. كل الجارديانز راجعين مرة تانية لمغامرة مرة كمان في الفضاء، بطولة كريس برات، زوي سالدانا، ديف باتيستا، والشخص اللي دايما بنسى ان هو اساسا موجود في الافلام دي، برادلي كوبر كدور راكت راكون. واللي خلينا نتكلم بجد على قولة المخرج جيمس جان ان الفيلم ده او عامة افلام جارديانز الثلاثة كانوا نوعا ما بيحكوا القصة بتاعت روكيت، لان روكيت هو القلب والروح بتاع السلسلة دي، وده طبعا احنا بنشوفش اكتر منه الا في الفيلم ده. وصراحة انا همشي على الوعد بتاعي، والوعد بتاعي هو اني ما بصش بس لاي حاجة بنظرة سلبية علشان هي جاية من مارفل، تمام؟ ومارفل ايوه ليها الخطايا الكبيرة اللي عملوها من ساعة لما فيلم اند جيم نزل سنة 2019 وجابوا العيد اكتر من مرة، بس الحق يقال ان فيلم جاردينز اوف ذا جالاكسي الجزء الثالث هو فيلم جامد خرافي. لا يعني طبعا في كام حاجه هنا وهنا ضايقتني في الفيلم، بس دي هنروح نتكلم عليها اكتر في الجزء بتاع الحرق. بس دلوقتي خلينا ندي اوفر فيو، ايه الحاجات اللي انت ممكن تاخدها لما تروح تتفرج على الفيلم ده. الكوميديا بالنسبه لي ده اكتر فيلم من افلام جاردينز اوف ذا جالاكسي بيضحك. الاكشن احسن فيلم اكشن من افلام جاردينز اوف ذا جالاكسي، مفيش نقاش. القصه اللي انت هتاخدها من الفيلم ده بكل بساطه هي قصه راكت راكون والشخص اللي عمل راكت راكون، ومن الاخر هي دي القصه الاساسيه بتاعت الفيلم ورحله الجارديانز علشان يدخلوا في القصه الخلفيه بتاعت راكت راكون ويطلعوا من المغامره الجديده اللي هم دخلوا نفسهم فيها. وحاجة كمان موجودة في الفيلم ده جدا 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 عجبتني، وحاجة جدا نادرة في أفلام مارفل، الفيلن بتاع الفيلم The High Evolutionary. اوه يا الله، من زمان الواحد ما خدش فيلن محترم كده من افلام مارفل. ايه اكتر حاجه انا عجبتني في الفيلن ده؟ مبدئيا الحاجه اللي انا عجبتني في الفيلم ده اللي بقالنا كتير قوي ما خدناهاش، ان هو شخص شرير، وتفسيره علشان هو شخص شرير ما بيحاولش يقنع الجمهور. ما تفهمونيش غلط، لما يكون فيلن مكتوب بشكل صح زي مثلا ثانوس، ونوعا ما بين قوسين كده اللي هو فيلن عنده نقطة او ممكن فيلن عنده حجة معينة ممكن يقنع الجمهور، اللي هو ثانوس عايز ينقذ العالم فعاوز يقتل مش عارف مين او يبيد نص العالم عشان يكون فيه موارد اكتر مش عارف مين. ايوه هي قصة شريرة ووحشة، بس انت ممكن تشوف وجهة نظره فيها. انما شخص زي ذا هاي ايفولوشنري هو شخص وحش، هو شخص سيء، وهو شخص سيء ومقتنع 100% بالحاجه اللي هو يعملها، ودي حاجه عجبتني. والموتيفيشن او الدافع بتاع ذا هاي ايفولوشنري هو اللي بيمشي القصه بتاعه الفيلم. دلوقتي انت عندك الشخص ده اللي بيسعى انه ياخد الكائنات الحيه يعدل فيهم جينيا يعني آلة غريبه موجوده عنده كده اهو، ومنهم يقعد يطور فيهم ويطور فيهم ويطور فيهم لحد لما يبني مجتمعات كبيره جدا عشان يوصل للمجتمع اليوتوبيا اللي ما فيهوش ولا غلطه. وطبعا في طريقه هو بيعمل التجارب دي بيبيد جماعات من الناس، بيبيد مجتمعات هو بيعملها وما بتعجبوش والكلام ده. فلا هو شخص شرير وشرير جامد. ولكن في القصه الخلفيه بتاعته كان واحد من التجارب اللي هو عملها دي التجربه بتاعه راكت راكون، اللي كان فتله كده هو بشكل مش طبيعي، اللي هو لا ده طلع احسن من مكان متخيله. ودلوقتي هو في رحله عشان يحل اللغز ده اللي جه مع راكت وما جاش مع التانيين. بس دلوقتي راكت عنده العيله بتاعته اللي هم الجاردز اوف ذا جالاكسي اللي هيدخلوا في كلاش مش طبيعي مع الهاي ايفولوشنري. وفي النص كده ادم وورلوك بيجي. ادم وورلوك هنتكلم عليه كتير كمان شويه في الحرق. فايوه ده هو الفيلم بتاع جاردز اوف ذا جالاكسي. صراحه بالنسبه لي هو عباره عن سلطه جميله جدا، وسلطه من اللي هي بتشبعك من الحاجات اللي انت كنت بتحبها في عالم مارفل السينمائي، واللي يعني وحشتك بشكل مش طبيعي. لو هنتكلم عالم مارفل السينمائي من بعد اند جيم، ف سبايدر مان نو واي هوم
وجاردز اوف ذا جالاكسي. دول هم الافلام اللي فعلا 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 جامدين اللي نزلوا من بعد العصر ده. ايوه ممكن في كام حاجه يعني عجبتك سنه او كام حاجه كانت لذيذه، مثلا مسلسل لوكي او حاجه زي كده، بس بنفس المستوى العالي ده التوب تير ده بتاع افلام اند جيم وبتاع فيلم نو واي هوم، جاردز اوف ذا جالاكسي هو الوحيد اللي يقدر يلعب معاهم فوق. فتحياتي لجيمس جان. ودي حاجة يعني ما تعتبرش حرق قوي، لان كتير من الممثلين اعلنوا ده في الحياة الحقيقية على السوشيال ميديا بتاعتهم، ان ده هيكون اخر فيلم ليهم في عالم مارفل السينمائي. وطبعا كلنا عارفين بالجدالات اللي حصلت لجيمس جان وان هو ساب مارفل دلوقتي، ودلوقتي هو بيشتغل مع دي سي. فايوه انت ممكن تكون مستعد ان انت داخل على الفيلم ده وتعتبره هو النهاية للقصة بتاعت الجارديانز بشكل أو بآخر، وهو رحلة الوداع لكتير من الناس اللي موجودين في الفيلم ده. فلو انت كنت فان في أي وقت من الأوقات لسلسلة أفلام جارديانز اوف ذا جالاكسي أو لمارفل، الحق لازم يتقال إن ده كان فيلم محترم. ندخل دلوقتي بقى على الحرق وتحذير. لو انت ما اتفرجتش على فيلم جاردز اوف ذا جالاكسي، دلوقتي هنتكلم على بعض الحاجات السلبية حبتين، وهيكون فيها بعض من الحرق. تمام جاهزين؟ Man, they did my boy Adam Warlock so dirty. مان، انا الشخصيه بتاعت ادم وورلوك انا طول عمري كنت فاكرها اللي هو الشخصيه دي اللي مليانه حكمه، واللي هو اكتر يعني فصيل من الحياة الخرافي جدا اللي متظبط من كل ناحية. بس لا، ادم وورلوك كأنه عيل صغير طول الفيلم، وده مفهوم علشان هو اوكي يعني هو لسه معمول من قريب ومش عارف مين والكلام ده. بس يا الله الشخصية كانت كرنج بالنسبة لي، اللي هو ليه عملته كده في ادم وورلوك مان؟ يا الله سيء. لا صراحة انا كنت متوقع شخصية باد اس بشكل مش طبيعي من ادم وورلوك، كنت متوقع ان حاجة خرافية تطلع من الشخصية دي، بس اللي اخدناه اللي هو اوكي كان مجرد نكتة. وفي حاجات غير منطقية تماما حصلت في الفيلم ده وكانت مربوطة بادم وورلوك. يعني في مشهد ما في الاخر كده قبل ما جروت ينقذ ادم وورلوك، كان ادم وورلوك اللي هو طلع على جروت مرة واحدة ان هو يقتله ومش عارف مين، راح منور ايديه، بعد كده ادم وورلوك راح وقع. دي يعني الحتة دي ما فيهاش كونتكست، ما فيهاش منطق. لان ايه هو ليه مات دلوقتي؟ هو مات دلوقتي عشان القصة عايزة كده، عشان ادم وورلوك يتحول لشخص جيد وبتاع وينضم للجاردز اوف جالاكسي والكلام ده. بس غير منطقية تماما. ومشهد تاني غير منطقي تماما حصل في الفيلم لما روكيت راكون خلاص اخذ الفيس اوف في اخر الفيلم خالص، اخذ الفيس اوف قدام الهاي ايفولوشنري وراح ضربه بالمسدس مش عارف مين، بعد كده شالوا الوش بتاع الهاي ايفولوشنري وخلاص، ودراكس بيقول له يلا اقتله يا راكي مش عارف مين، فروكيت راكون بيرفض ان هو يقتل الهاي ايفولوشنري. اللي هو ها، وايه التبرير بتاعه كده؟ يقول له عشان انا جارديانز اوف ذا، عشان انا واحد من الجاردز اوف ذا جالاكسي. هو في حاجه عدت عليا انا ما خدتش بالي منها، لان كده كده الهاي ايفولوشنري مات. بس ايه دي مش منطقيه تماما. يعني اللي هو علشان انت واحد من الجارديانز فانت ما بتقتلش. ما انت بالنسبه لل 5000 واحد اللي لسه ميتين ده من شويه اللي هم كانوا جزء من الجيش بتاع ذا هاي ايفولوشنري، دول ايه نظامهم؟ فاهم؟ اللي هو حاجات صغيره هنا وهناك ما كانتش منطقيه بالنسبه لي. من ناحيه الكوميديا، انتوا عارفين ان انا من اكتر الناس اللي يعني بيكرهوا نوع الكوميديا اللي زياده عن اللزوم في الافلام وهي مش محتاجه. بس الفيلم ده طول الفيلم كان ظابطها تمام، ما عدا كام حته هنا وهناك، خاصه في الشخصيه بتاعه دراكس. يعني ما تفهموش غلط، شخصيه دراكس في الفيلم ده كانت بالنسبه لي اجمد مره طلع فيها عن المرات اللي فاتت. بس برضه في وقت من الاوقات بتحس ان الفيلم مش عارف يمسك تون معينه، اللي هو هل انت فيلم جادي دلوقتي وبتحكي قصه خلفيه بتاعت شخصيه من اهم الشخصيات اللي هم راكت راكون، وشخصيه محزنه بشكل مش طبيعي، بعدها بثانيه على طول في نكت بتترمي. اللي هو مان يعني مش غلط ان انت تعمل تونال شيفت في الفيلم بتاعك، بس ان هي تكون تك 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 ورا بعض كده، ده بيفصل في الفيلم. ومفيش اي مخرج في العالم يقدر يظبط الموضوع ده، لان من الاخر المشاهد ما بيكونش لسه قدر يفصل من الحاجه التقيله اللي هو لسه شايفها دلوقتي. دي برضو حاجه ضايقتني، وحاجه المفروض انا كنت اتوقع ان هي تضايقني بس هي الصراحه ما ضايقتنيش في الفيلم ده، وهي ان في نهايه الفيلم ما كانش فيه عواقب تقيله. بمعنى ان مفيش حد مات في الحقيقه، لا هو انتهى، يعني الفيلم انتهى نهايه سعيده. وبصراحة أنا ما منعتش الموضوع، اللي هو أوكي لا أنا انبسطت بالنهاية السعيدة اللي حصلت في الآخر والتغيير اللي حصل، وبيتر كويل مشي على الرحلة بتاعته، وجامورا خلاص رجعت مع الرافيجرز، ونابيولا هي بقت الحاكم لنوير، وراكد دلوقتي بقى الكابتن بتاع الجارديانز.
نهاية سعيدة جميلة جدا. في فيلم ثاني او في سلسلة افلام تانية كنت اتمنى ان يكون الستيكس او المصاعب الشخصيات دي تمر فيها تكون عالية جدا، وان يكون في فقدان حقيقي لشخصية من الشخصيات عشان نحس بتأثير القصة. بس اوكي، ما منعتش ده، خاصة لما تحط في السياق كل الحاجات اللي حصلت في العالم الحقيقي، وان دي النهاية بتاعت جيمس جان ونهاية الجاردز اوف ذا جالاكسي بتوع جيمس جان. فا اوكي، منطقي ان هو يحب يمشي على نوت سعيدة. الفيلم ده انا خدت كتير عن اللي كنت متوقعه منه، فتحياتي لجيمس جان. جيمس جان هو بيفوز هوليوود دلوقتي، بيفوز في هوليوود من كل النواحي. يكون عمل فيلمين متفق عليهم ان هما فيلمين جامدين في عالم مارفل السينمائي، فوليوم 1 وفوليوم 2، بعد كده يترفض يروح دي سي يعمل فيلم ذا سوسايد سكواد، واحد من الافلام القليله لدي سي اللي الكل متفق عليها واللي عاجب الناس كلها. بعد كده يرجع تاني يشتغل مع ديزني عشان يعمل الجزء الثالث بتاعه، يعمل الجزء الثالث بتاعه زي ما هو عاوز بالظبط. ودلوقتي هو متعين كالرئيس بتاع دي سي والافلام اللي هتنزل بعد كده. واكتر حاجه جامده في جيمس جان ان هو بيشغل كل اصحابه، يعني كل الناس اللي انت شفتهم في المسلسل بتاع بيس ميكر موجودين في الفيلم ده. وعامه الشله بتاعت جيمس جان اللي بيطلعوا في الافلام بتوعه هتلاقيهم كلهم موجودين في الفيلم. وعاجبني ان جيمس جان دايما بيشغل صحابه، حاجه جامده جدا، فهو اللي ماسك هوليوود حاليا. فتحياتي. وبس اعزائي المشاهدين، اظن التقييم الوحيد اللي ممكن يوصل الصوره في لقد ايه الفيلم ده جامد او قد ايه الفيلم ده هو مش جامد، يعني اللي هو خطير من كل النواحي، بس بالنسبه لي استمتعت بيه جدا، هو لما قارنه بالاعمال القديمه السنه بتاعه مارفل مقارنه بالاعمال المودرن اللي عملوها من بعد افلام اند جيم. فلو نتكلم فيلم اند جيم هنا، فيلم جاردز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3 بيلعب مع فيلم سبايدر مان نو واي هوم في الخانه اللي تحت اند جيم. عرفوني ايه رايكم في الفيلم في الكومنتات تحت، وايه اللي احنا متوقعينه من مستقبل مارفل من بعد النقطه دي. شكرا على متابعتكم، تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا كل التنبيهات عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصلكم على طول، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.